مع حضرتك لنقطة أخرى مهمة وهي لحم الخنزير. طبعا معروف إن يمكن كتير مننا إحنا كمسلمين لو سافرنا للخارج وجم عرضوا علينا لحم الخنزير بنرفض، وساعات الأوروبيين بيستغربوا إيه السبب إن إحنا رفضنا تناول لحم الخنزير. طبعا يمكن الناس عارفة إن هو محرم، لكن ربما من الناحية العلمية ما بيبقوش عارفين بالظبط إيه علة تحريم أكل لحم الخنزير. شوف يا سيدي الفاضل، علة التحريم تقع في 5 أشياء. 5 أشياء. 5 أشياء. نجملها. أول كده حاجة فيها إن الخنزير يعتبر الجزء الخارجي منه ليس فيه أوعية دموية، يعني ليس فيه شرايين ولا أوردة. وبدل ما فيهوش شرايين وما فيهوش أوردة يبقى بتتركز فيه البولينة، والبولينة نجس. ده رقم 1. ولذلك حضرتك لما تضرب الخنزير ما ينزلش دم، لانه ما فيش اوعيه دمويه في الخارج، في الجزء الخارجي. ولذلك دهنه اللي هو موجود على السطح لو حضرتك حطيته في النار تجد انك انت موجود في دورة ميه قديمه مهمله من كميه النشادر اللي بتطلع، وليس هناك دماء. ما فيش دماء. يبقى اذا الجزء الخارجي ما فيهوش اوعيه دمويه فهو بولينه، والبولينه نجس. نمره 2 ان كميه الاستروجين وهو الهرمون الانثوي الموجود في لحم الخنزير 50 مره تركيزه لحم النعم، ونقصد لحم النعم اللي هي الخرفان والبقر والجاموس والجمال، 50 مره. وهذه الماده والاستروجين هو الهرمون الانثوي لا يتكسر بالحراره. بمعنى يعني لما تيجي تحطه بقى وتطبخ اللحم ده وتحطه في الحرارة لا يتكسر بالحرارة، فيبقى الرجل بيأخذ هرمونات أنثوية. فعشان كده الرجل الأوروبي تلقاه ديوث لا يغار على أهل بيته. يا سبحان الله. إذا ده تفسير علمي، ده حقيقة علمية. يحتوي على 50% 50 زيادة، 50 مرة عن لحم النعم. استروجين الهرمون الأنثوي، والهرمون الانثوي لا يهضم بالحراره، ما يتكسرش بالحراره. يكسر من اكل الخنزير باستمرار على طول يصبح ديوث خلاص. ولذلك يبقى راجل يعني هو مراته موجوده مع اي واحد تاني ما فيش مشاكل، لا ليس عنده نخوه، لا ما فيش ديوث لا يغار على اهل بيته. النقطه الثالثه ان فيروس الانفلونزا يتحضن في الخنزير كل سنه عشان ينتج سلالات جديده. يبقى اذا الخنزير محض يعني هو البيئه التي يتحضن فيها فيروس الانفلونزا وغيرها من الفيروسات. ولذلك منعت السويد تربيه الخنازير في ارضها تماما، لان كل سنه ينتج لهم انفلونزا جديده، فيروسات جديده. نمره 4 ان كميه اليوريك اسيد اللي بيعمل النقرس ويعمل مرض الملوك 30 في المره، 30 تركيز لحم النعم. ولذلك اللي بياكلوا اصعب ما ياكل جمبري. يعني احنا بنيجي للراجل اللي عنده نقرس نقول له ما تاكلش جمبري، لا ده لحم الخنزير لو كانوا كانه 30 مره. يعني من يعانون النقرس خطر عليهم. طب تماما. الاكثر من كده في بعض الناس كانوا بيتكلموا عن الدوده الشريطيه والكلام ده. طب ما الدوده الشريطيه الكلام مردود عليه، ما الدوده الشريطيه بتصيب الاغنام وبتصيب البقر وبتصيب الجاموس. لا ده اكتشف ان في نوع معين اسمه يارسينا، دودة معينة اسمها يارسينا لا تصيب إلا الخنازير. ودي عدد كبير جدا من الأوروبيين مصابين بها، وخطورتها إنها بتمسك في العمود الفقري. بتمسك في العمود الفقري وليس لها علاج. يبقى ربنا سبحانه على العمود الفقري، على العمود حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. يبقى على طول كده تاخد التحريم من رب العزة وتقول ايه وترفع يدك ان ربنا سبحانه وتعالى يريد بك الخير. شكرا دكتور عبد الباسط على هذا اللقاء، ونلقاك على